الشنطة الإكريليك من أكتر الشنط المميزة اللي عليها طلب كتير أوي الفترة اللي فاتت. هنعملها النهاردة إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، وهنشوف الإكريليك ده أنا كنت جايباه بكام، وهنشتغل مع بعض عليه إزاي. كل التفاصيل اللي انتوا حابين تعرفوها هنشوفها إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة. كملوا معايا الفيديو، يلا بينا نشوف الطريقة على طول. السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم سومة واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى عن شنطه جميله ان شاء الله. شفتها في اول الفيديو، شنطه اكليريك، يعني جميله قوي. هنعملها مع بعض باذن الله بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا، مش هتاخد ولا وقت ولا مجهود. بالنسبه للشنطه احنا هنحتاج وشين من الاكليريك دوت. الاكليريك دوت مقاس ارتفاع 15 وعرض 20. تمام، ارتفاع 15 سنتي وعرض 20. زي ما انتم شايفين كده، هو طبعا بيبقى قطعتين، وقطعه للوش وقطعه للظهر. تمام، اهو انا القطعه دي اشتغلت عليها، وهقول لكم دلوقتي هنشتغل على القطعه دي كمان زيها ازاي. القطعه كده بتبقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، بتبقى متغطيه كده بطبقه من البلاستيك. طبعا البلاستيك ده بيتشال، يعني زي ما انتم شايفين كده اهو بيتشال اهو. بس انا مش عايزه اشيلها دلوقتي علشان ما تتجرحش مني وانا بشتغل، فهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. الطقم ده للناس اللي بتسأل، الطقم الاتنين يعني الجوز، جايباه ب100. تمام، جايباه ب100 من خارج اسكندريه، من محافظه خارج اسكندريه او من جروب يعني خارج اسكندريه. بالنسبه للناس اللي عايشه في اسكندريه، الاكليريك دوت موجود في عند افيونا في شارع فرنسا، ولكن غالي جدا بصراحه. يعني انا بقول لكم الاتنين وش وظهر جايباه ب100، هناك عند افيونا بيتباع ب180 الاتنين، ونفس المقاس ونفس السمك، يعني نفس كل حاجه. بص السمك بتاعه جميل جدا وماسك نفسه كويس قوي، يعني مش حاجه خفيفه ولا حاجه. خلاص، هنشتغل بخيط 60، هشتغل بالكريستال اهو، الكريستال المربع المضلع دوت. تمام، ده مقاس 10، ده مقاس 10. لو لقيته مقاس 12 يبقى افضل وافضل، ما لقيتوش مقاس 12 هنشتغل بمقاس 10 زي ما احنا هنعمل في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. خليكم معايا نشوف الطريقه على طول مع بعض. اول حاجه هعملها، هبتدي ان انا اشيل الجزء البلاستيك اللي هو فوق الفراغات مش اكتر. يعني يعني بصوا، هبتدي اقص بالمقص. شايفين الجزء ده انا قصه هنا اهو، قصه الجزء اللي هو مكان الفراغات بس مش اكتر، سايبه الجزء اللي في النص هنشيله في الاخر خالص خالص لما نخلص الشنطه كلها. زي ما انتوا شايفين كده، انا يا دوب بس قصيت الجزء اللي فوق الفراغات بس مش اكتر. تمام، طيب اول حاجه هنشتغل ازاي. اول حاجه هجيب الخيط كده معايا. هقص قد ايه خيط؟ هقص قصوا الخيط على قد ما تقدروا، او على قد ما تحسوا ان انتوا هتقدروا تشتغلوا بيه من غير ما يضايقكم وانتوا بتشتغلوا. ولا تقصوا طويل قوي ويخنقكم كل شويه يعمل معاكم عقد، ولا تقصوا قصير قوي بحيث ان انتوا برضو ما تعملوش يا دوبك سطر او التاني وتلاقوا الخيط خلص منكم. خلاص بس كده. طيب اول حاجه، انا مش هيفرق معايا اذا كنت هبتدي من الشمال او اليمين، اي حاجه هبتدي بيها. تمام، فانا هبتدي، يعني نفترض مثلا هعمله كده اهو، او هبتدي من اول الفتحه دي هنا اهي. تمام، هبتدي كده اول حاجه خالص، اول حاجه خالص قبل ما اشتغل في الاكليريك اساسا، هجيب 4 خرزات اهم، 4 خرزات. هعمل غرزه رباعيه عاديه، دي اول خطوه. هعمل غرزه رباعيه عاديه. تمام، اهي اول غرزه رباعيه، رباعيه عاديه جدا اهي. تمام، اروح بقى رايحه على الاكليريك، طرف الخيط اللي بره، طرف الخيط اللي بره هبتدي امسك الاكليريك كده، وهحط طرف الخيط اللي بره اللي هو ناحيه اليمين، طرف الخيط اللي ناحيه اليمين همشيه كده، هدخله جوه الفتحه دي من تحت لفوق اهي كده. تمام، خلاص. اهو بعد ما حطيت طرف الخيط هنا اهو من تحت لفوق بالشكل ده كده، هبتدي ادخله فين؟ استنوا، امسك بس طرف الخيط اهو. انا دلوقتي كل اللي انا عملته ان انا دخلت طرف الخيط اليمين في اول فتحه هنا من تحت لفوق. بعد كده عندي اهي، بصوا، طرفين. انا اهم حاجه بس يكون طرفين الخيط وانتوا ماسكين الغرزه الرباعيه كده او ال4 خرزات دول، لازم يكون طرفين الخيط طالعين من الخرزه اللي من فوق. يعني ما تخلوش الخرزه الغرزه مثلا بتبقى كده مثلا، لا، او لا، لازم تبقى الطرفين الخيط طالعين من فوق في الخرزه من فوق. تمام، طيب بعد كده هعمل ايه؟ هجيب طرف الخيط اليمين اللي انا لسه مدخلاه دلوقتي في الفتحه دي من تحت لفوق، هبتدي ادخله في الخرزه اللي طالع منها الخيط، اللي طالع منها الخيط، ولكن مش من ناحيه اليمين بقى للشمال كده، لا، من ناحيه الشمال لليمين اهي، من الشمال كده لليمين. هشد كويس طرف الخيط اليمين ده، هشده كويس اهو، وهبتدي اشد بقى ايه كده كويس اهو. دي اول خطوه. تمام، دي اول خطوه.
هلاقي الغرزه الرباعيه بقت معايا كده، او الخرز بتاعي كده مش ثابت، مش مظبوط. طب هعمل ايه؟ انا المفروض اثبته. هثبته ازاي؟ تمام. اول حاجه هبتدي اعملها ان انا هعوج كده، يعني هخلي الخرزه اللي فيها الخيط دي من تحت، فيها الخيط اهي من تحت، اللي ما فيهاش خيط من فوق اهي، الخرزه اللي قصادها دي ما فيهاش خيط، دي هخليها هي كده. بصوا، ادي الخرزه معايا كده اهو، تمام اهو كده. انا هنيمها كده خلاص. اصبح الخرزه دي اهي اللي من فوق دي ما فيهاش خيط خلاص لحد كده تمام. معلش بشرح لكم واحده واحده، ما فيهاش خيط اهي. هاخد بقى طرف الخيط اليمين همشيه خرزه واحده في دي، الخرزه اللي نايمه. استنوا كده، واحده واحده. شايفين ازاي؟ بصوا اهي، اشد كده جامد، اشد للاخر اهو. وبعدين هعمل ايه؟ طرف الخيط التاني هبتدي همشيه، طرف الخيط التاني هبتدي امشيه خرزه كمان اهي، واسحب برضو للاخر. ركزوا معايا عشان الخطوات دي يعني مهمه. كده عندي طرفين الخيط، بصوا طرفين الخيط طالعين منين؟ خرزه، طرف طالع من الخرزه دي، وطرف طالع من الخرزه دي. انا عايزه طرفين الخيط يبقوا طالعين من الخرزه اللي في النص، اللي في النص. فهبتدي اخد طرف الخيط اليمين وهدخله في الخرزه اللي انا شاورت عليها اللي من فوق دي، من اليمين للشمال. نركز مع بعض كويس قوي اهي. وطرف الخيط الشمال هدخله في نفس الخرزه، في نفس الخرزه، ولكن من الشمال لليمين. يعني هدخل طرفين الخيط كده في نفس الخرزه عكس بعض اهو. شفتوا؟ انا كده لفيت الخيط بتاعي، بدل ما هو كان طالع من الخرزه اللي من تحت خليته طالع منين؟ من الخرزه اللي فوق اهي دي. تمام. دلوقتي هعمل ايه؟ هاخد طرف الخيط اللي من بره اللي هو ناحيه اليمين. اهم حاجه تركزوا ان انا الجزء اللي ما فيهوش اخرام هو اللي قدامي، هو اللي بشتغل عليه. الجزء اللي فيه خرام هو الناحيه التانية. خلاص. هاخد طرف الخيط اليمين وهبتدي هنزله كده فين؟ في نفس الفتحه، في نفس الفتحه. نركز كويس قوي، من تحت لفوق، من تحت لفوق. بعد ما حطيت طرف الخيط اليمين في نفس الفتحه من تحت لفوق، هعمل ايه؟ هدخله بقى في الخرزه دي اللي من فوق، من الشمال لليمين. بمشي معاكم واحده واحده علشان محدش يرجع يقول ان انا بعمل حاجه ورا الكاميرا اهو. شديت، بصوا هشد بقى، اشد كويس قوي. بصوا لما شديت كويس قوي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الخرزه بتاعتي او الغرزه بتاعتي بقت ثابته اهي، بقت ماسكه نفسها اهي. بصوا الناحيه التانية، الناحيه التانية اهم حاجه يكون طالع منها خيطين كده اهي، واضح. ادي خيط اهو، وادي خيط اهو، في فتحه واحده بس. تمام كده. نكمل. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب طرف الخيط اليمين هحط فيه خرزه واحده اهي، وطرف الخيط الشمال هحط فيه خرزتين اتنين اهو كده. تمام. هرجع في تاني خرزه بالشكل ده كده، واطلع منها طرف الخيط التاني اهي، وشد كويس. ادخل عقده جوه الخرزه لحد كده تمام اهو. هنيمها كده بقى لتحت. خرزه او الغرزه بتاعتي مش ثابته، عماله بتروح وتيجي، عايزه اثبتها. هعمل ايه؟ هبتدي اجيب طرف الخيط اليمين هدخله فين؟ في الفتحه اللي بعدها، في الفتحه ايه اللي بعدها؟ تاني واحده من تحت لفوق اهي. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ بنفس طرف الخيط اليمين، هو طرف الخيط اليمين هبتدي ادخله في الخرزه اللي من فوق اللي هي دي، من الشمال لليمين، من الشمال اهي كده. اسحب، وبعد ما اسحب اعمل ايه؟ امسك الطرفين الخيط كده واشدهم، اشدهم عكس بعض كده اهي. هلاقي الغرزه بتاعتي برضو بقت ثابته ما بتتحركش. طيب هعمل ايه بعد كده؟ نفس اللي انا عملته ده تاني. طرف اليمين احط فيه خرزه واحده، طرف الشمال احط فيه اتنين، وهعمل الغرزه الرباعيه بتاعتي عادي جدا. لو الفتحه الخرز بتاعتكم ضيقه تقدروا تشتغلوا بطريقه العكس عكاس اللي هو عكس الخيط يعني. تحطوا تحطوا الخيط عكس بعضه اهو. اشد كويس وادخل عقده جوه الخرزه.
بعد ما دخلتها اروح منيمها كده. خلاص، اجيب طرف الخيط اليمين اللي هو ناحيه بره، تمام، همشيه في الفتحه اللي بعدها، في الفتحه اللي بعدها اهو، هدخله في الخرزه اللي من فوق دي اهي، من الشمال لليمين. وخلي بالكم عشان انا مش هكرر الموضوع ده في كل فتحه، لا، في فتحه او في فتحات معينه هعمل فيها اتنين، مش هعمل فيها واحده. هقول لكم دلوقتي ازاي. خلاص، حطيت الخيط بتاعي ايه اليمين من الشمال لليمين، هشد كده طرفين الخيط هما الاتنين هشدهم كده عكس بعض، هلاقي الخرزه بقت ثابته. تمام، هكرر العمليه دي بقى لحد ما اخلص الجزء التاني. او يعني انا بصوا هقول لكم حاجه، نمشي خطوه خطوه احسن عشان ما تتلخبطوش. انا دلوقتي عملت 3 غرز، هكمل لاخر السطر هنا وارجع لكم نشوف الجزء ده هنعمله ازاي. ولكن في ملحوظه عايزاكم تركزوا فيها كويس قوي. انا هنا في اول حاجه هنا دخلت طرفين الخيط، يعني بقى عندي طرفين خيط طالعين من فتحه واحده. بعد كده هعمل ايه؟ هعد 1 2 3 والرابعه هبتدي اعمل فيها 2. يعني ازاي؟ يعني طب اكمل معاكم الجزء ده وبعد كده نشوف هنعمل ايه سوا مع بعض. انا دلوقتي هنا ايه، عملت واحده اهي وواحده اهي، هعمل واحده كمان بنفس الطريقه وادخل طرف الخيط بتاعها في الفتحه اللي بعدها. هعمل هنا واحده غرزه رباعيه واثبتها فين، يعني طرف الخيط اليمين همشيه في الفتحه او هدخله في الفتحه اللي بعدها اهي. هعمل كده وارجع لكم في اللي بعدها ونشوف هنعملها ازاي. خلاص، عملت واحده كمان اهي ودخلت الخيط بتاعي في الفتحه اللي بعدها اللي فوقيها على طول اهي، بحيث ان انا يبقى عندي، بصوا هنا اول واحده طرفين الخيط طالعين من، يعني طرفين او يعني ايه، فتحه واحده، فتحه واحده طالع منها طرفين خيط او طالع منها خيطين. الفتحه اللي بعدها واحد بس، الفتحه اللي بعدها واحد بس، والفتحه اللي بعدها واحد بس اهي. لكن الفتحه اللي احنا هنشتغل فيها دلوقتي هيبقى طالع منها خيطين اتنين. ازاي يا جماعه؟ هقول لكم ازاي. اول حاجه هشتغل بنفس الطريقه. اول حاجه هجيب طرف الخيط اليمين احط فيه خرزه، والشمال احط فيه خرزتين واعمل غرزه رباعيه اهي، تمام. هاخد طرف الخيط اليمين وادخله في الفتحه اللي بعدها اهي. هقول لكم رقم كام دلوقتي، استنوا. برضو هدخله كده في الخرزه اللي من فوق من ناحيه الشمال لليمين، وهشد طرفين الخيط مع بعض عكس بعض عكس بعض اهي كده، تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ نركز كويس قوي. انا دلوقتي بشتغل في الفتحه رقم كام؟ دي هقول لكم واحد، بصوا، 1 2 3 4. انا بشتغل في الفتحه رقم 5. رقم 5 هعمل فيها 2 مش واحده. ازاي؟ هنشوف. طرف الخيط اللي من بره اليمين احط فيه خرزه واحده، طرف الخيط اللي من الشمال احط فيه 2 واعمل غرزه رباعيه اهو، عملت غرزه رباعيه، تمام. هروح زقه الخرز بتاعي كده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ مفروض ان انا زي ما انا كنت ماشيه باخد طرف الخيط اليمين اللي هو من بره ده وببتدي ان انا ادخله من تحت لفوق. مفروض ان انا هدخله في الفتحه اللي بعدها زي ما انا ماشيه، لكن المره دي انا هدخله في نفس الفتحه. شايفين الفتحه اللي قبلها دي طالع منها خيط اهو، انا هدخله في نفس الفتحه تاني اهي، تمام. وبرده همشيه في الخرزه من الشمال لليمين. امسكها كويس اهي. خلاص، من الشمال لليمين هبتدي كده اشد طرفين الخيط عكس بعض، هيبقى معايا بالشكل ده كده. يعني ايه؟ يعني لو انا قلبت الشغل بتاعي كده هلاقي اول فتحه طالع منها طرفين خيط اهم، زي ما انتوا شايفين كده، واحد اتنين. طب اللي بعدها واحد بس، اللي بعدها واحد بس، اللي بعدها واحد بس، اللي بعدها اللي هي رقم 5 طالع منها اتنين اهم، اتنين. طب احنا بنعمل كده ليه؟ بنعمل كده عشان خاطر الخرز بعد كده يبقى فيه فسح، يعني يبقى فيه ايه، ما يبقاش لما نيجي نعمل السطور اللي بعد كده، السطور اللي بعد كده ما تبقاش داخله لجوه، تمام، تبقى مظبوطه. طيب هعمل ايه تاني بعد كده؟ هنا هعمل واحده، هنا هعمل واحده، هنا هعمل واحده، هنا هعمل اتنين، في الزاويه دي هعمل اتنين. طب ازاي؟ هنشوف ازاي. اول حاجه دلوقتي هشتغل غرزه رباعيه عاديه جدا
واثبتها في الفتحه اللي بعدها اللي هي دي، وبعد كده هعمل غرزه رباعيه واثبتها في اللي بعدها، وبعد كده هعمل غرزه رباعيه واثبتها في الفتحه اللي بعدها. كده اصبح عندي كام واحده؟ 3. هعمل ال3 دول وارجع لكم في الفتحه اللي في الزاويه دي ونشوف هنظبطها مع بعض ازاي. بس رجعت معاكم بعد ما عملت كام واحده. عملت يعني انا دلوقتي الصف بتاعي هنا اهو، لو انا قلبته كده اهو كام؟ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ال10 دول لو انا قلبت الشغل بتاعي كده هلاقي اني اول واحده زي ما قلت، يعني بتهيألي كده واضح اكتر. اول واحده اول فتحه طالع منها طرفين خيط، او يعني جزئين من الخيط. التانية طالع منها واحده بس، واحده واحده اتنين، واحده واحده واحده، تمام. والاخيره اللي هي في الزاويه دي طالع منها واحده، وهنعمل كمان فيها واحده تانية دلوقتي. طيب اللي في الزاويه دي هنشتغلها ازاي؟ انا دلوقتي عايزه امشي كده، عايزه امشي ناحيه الشمال، فبما اني عايزه امشي ناحيه الشمال هحط ال3 خرزات في طرف الخيط اليمين. 1 2 3 اهو 3 خرزات. هرجع في اخر خرزه الف كده واطلع طرف الخيط التاني اهو كده. هدخل العقده جوه الخرزه اهو كويس قوي. بعد كده هعمل ايه؟ هلف الشغل كده اهو. انا عايزه امشي ناحيه الشمال خلاص، فعندي طرف خيط من بره وطرف خيط من جوه. طرف الخيط اللي من بره اللي هو طرف الخيط اليمين هبتدي انا امشيه كده، هدخله فين؟ في نفس الفتحه اهي، نفس الفتحه دي من تحت لفوق، تمام. وهبتدي ان انا احط طرف الخيط برضو هو اليمين همشيه برضو، هدخله في الخرزه اللي هي من فوق دي، من الشمال لليمين زي ما احنا كنا بنشتغل. هشد طرفين الخيط عكس بعض اهو، وابتدي ايه اظبطها بس كده معايا، تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هكمل اهو، هكمل كده للاخر. هعمل ايه؟ هجيب برضو طرف الخيط اليمين هحط فيه خرزه واحده، وطرف الخيط الشمال احط فيه خرزتين، واعمل غرزه رباعيه اهي. هعمل غرزه رباعيه كده وادخل عقده جوه الخرزه، تمام، وانيمها كده، تمام. بعد كده هاخد طرف الخيط اليمين اللي هو من بره وهمشيه في الفتحه فين؟ اللي بعدها، اللي بعدها اهو كده. وهدخل طرف الخيط اليمين برضو في الخرزه اللي من فوق دي، من الشمال لليمين. بعد كده هشد طرفين الخيط عكس بعض، عكس بعض اهو. عايزه اظبط بس اظبط الخرزه دي كده اهي، تمام. هنكمل بنفس الطريقه لحد ما نوصل لهنا، وبرده نطلع فوق بنفس الطريقه، ولكن زي ما قلت لكم عدد الفتحات اللي احنا هنشتغل فيها في يعني فتحات هنشتغل فيها واحده بس، في فتحات هنشتغل فيها اتنين بس، اتنين يعني. فهقول لكم دلوقتي الصف ده هنشتغل فيه كام واحده. بصوا يا جماعه، ده الجزء التاني اللي انا كنت شغاله فيه، تمام. فاحنا طبعا هنعمل الجزئين زي بعض بالظبط، يعني الجزئين دول هنعملهم زي بعض بالظبط. فهقول لكم على الفتحات. احنا زي ما بصوا هاخدها من الاول خالص اهي، هاخدها من الاول خالص علشان تبقوا مركزين معايا. اول حاجه من فوق هنا اتنين، واحد 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 اتنين. بعد كده واحد واحد واحد، والزاويه هنا اتنين. ملحوظه لما تيجي تعملوا الغرزه الاخيره دي خلوا طرفين الخيط واحد يبقى طالع من الناحيه دي اهي هنا، والتاني يبقى طالع من ناحيه الناحيه التانيه، تمام. ما تخلوش الاتنين يبقوا جنب بعض عشان الغرزه تبقى مظبوطه. خلاص كده. بعد كده الزاويه احنا قلنا فيها ايه؟ قلنا فيها اتنين اهي. بعد كده اتنين، خلي بالكم عشان هنا مش هيبقى فيه ترتيب قوي في الجزء ده، في الناحيه المستطيله دي، تمام. بعد كده هنا ايه؟ الزاويه اتنين وجنبها على طول اتنين، تمام. بعد كده واحد 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 اتنين، واحد 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 اتنين، تمام. بعد كده واحد وفي الزاويه اتنين لحد كده، تمام اهو. بعد كده واحد 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 اتنين، واحد 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 اتنين. إيه لو انتوا يعني هتتلخبطوا اكتبوها في ورقه،
عدوا الاخرام بتاعتكم، شوفوها قد الاخرام اللي انا اللي في الجزئيه اللي معايا ده، في الجزء اللي معايا ده. لو هو يبقى انتوا ايه، يبقى انتوا هتشتغلوا. او خلي بالكم انا بشتغل بمقاس 10، بشتغل بمقاس 10، مقاس 12 هيفرق. تمام. المهم زي ما قلت لكم اكتبوا بقى، اكتبوا مثلا ايه 2 وبعد كده 1 1 1 2 1 1 و2، وعدوا يعني زي ما انا قلت كده، اكتبوها عشان يطلع نفس الشكل معاكم بالظبط. هخلص الجزء التاني ونرجع نشوف هنعمل الشنطه مع بعض ازاي.